بيبدأ الانمي بثعلب ضخم بيدمر المدينة، والثعلب ده بيكون شيطاني، وبتبقى في مجموعة اسمها مجموعة الشينوبي بتحاول توقف الوحش ده، وبيظهر شخص بيقدر يخلص على الثعلب. وعلى الناحية التانية بنشوف ناروتو بطلنا النهاردة، اللي بيبقى ولد شقي على الآخر، مزاجه إنه يبوظ الأمن العام كل يوم، يرسم على تماثيل الهوكاجي ويخلي النينجا يجروا وراه، وبيطلع على التماثيل وبيلونها، وبيحاول ناروتو يهرب لكن فجأة بيلاقي النينجا وراه، وبيروح ناروتو بعد كده للمدرسة، وبيبقى في واحد من النينجا اسمه سينسي، وده المعلم بتاعهم، بيقول له انت فشلت في الامتحان، علشان كده هنعيده مرة تانية. وبيبدأوا اختبار تقنية التحول، وبتبدأ بنت اسمها ساكورا وبتتحول لشكل سينسي وبتنجح. بعدها بيدخل ولد اسمه ساسكي، بعد كده بيقدر يتحول لشكل سينسي، وبيجي الدور على ناروتو، وبيبقى في بنت شكلها بتحب ناروتو، وبيتحول ناروتو لشكل بنت، وبيتفاجئ سينسي أول ما بيشوف كده، وبيضحك ناروتو عليه لأن ده بيبقى مقلب عمله في سينسي، وبيقول له دي تقنية الإغراء. بيتعصب سينسي عليه وبيقول له ما تعملش الأفعال الغبية دي، وبياخدوا سينسي عشان ينظف التماثيل اللي بوظها، وبيقول له سينسي أنا مش هخليك ترجع للبيت إلا لما تخلص. فبيقول له ناروتو مش مهم، كده كده مفيش حد مستنيني. بيحس سينسي إنه قاسي عليه، فبيقول له لو خلصت أنا هعزمك على أكل. بيفرح ناروتو وبيقول له أنا هخلص بسرعة، وبيجي الليل وبيروحوا ياكلوا. بيقول سينسي لناروتو أنت ليه بوظت التماثيل دي؟ أنت مش عارف إن دي تماثيل قادة الهوكاجي؟ بيقول له ناروتو أنا عارف إنهم قادة الشينوبي، وكنت عايز أبقى زيهم وهبقى أفضل هاكوجي. بيقول له سينسي أنا عايز الربطة اللي على راسك. بيقول له سينسي لا مش هينفع، اللي بيلبسها لازم يبقى عمل اختبار أكاديمية النينجا. وبيجي اليوم التاني، وبيبقى ناروتو في المدرسة، وبيقول لهم الحارس سينسي إن اختبار التخرج هيكون عن تقنية الاستنساخ، وبيبقى ناروتو زعلان لأن دي التقنية اللي مش بيقدر يعملها، وبيجرب ناروتو إنه يعمل التقنية وبيقدر يعمل نسخة منه، بس بتبقى نسخة تعبانة. لكن بيقول له سينسي أنت مرفوض. لكن بيقول نينجا تاني اسمه ميزوكي لسينسي هو مش قادر يعمل نسخة تانية يبقى نجح. فبيقول له سينسي ده كل واحد من الطلاب عمل 3 نسخ، وده عمل نسخة واحدة تعبانة، ما ينفعش ينجح. وبعد كده بيخرجوا الطلاب وبيكونوا قدروا ينجحوا، وناروتو هو الوحيد اللي فشل ويبقى قاعد لوحده. وبيجي ميزوكي اللي كان عايز ينجحه، وبيروحوا يقعدوا مع بعض، وبيقول لناروتو سينسي مش بيعمل معاك كده عشان يخليك زعلان، لا ده عايزك تبقى أحسن. وبيقول له أنا هقولك على سر يخليك تنجح. وبيبقى سينسي نايم وبيفتكر والده ووالدته ماتوا بسبب الثعلب الشيطاني، لكن فجأة بيجي صاحبه وبيقول له يروح يقابل الهوكاجي، لأن أنا سمعت إن ناروتو سرق لفيفة الختم. وعلى الناحية التانية بيبقى ناروتو قاعد في الغابة، وبيبقى معاه لفيفة الختم وبيشوف التقنيات اللي موجودة فيها. وفي الأثناء دي بيبقى الهوكاجي مجمع الحراس وبيقول لهم يجيبوا ناروتو، وبيتحركوا كلهم، ويبقى ميزوكي عاوز ياخد لفيفة الختم. بيقدر سينسي يوصل لناروتو وبيلاحظ إنه كان بيتدرب على التقنية، وبيقول له ناروتو أنا كنت بتدرب على التقنية علشان أقدر أتخرج. فبيسأله سينسي أنت مين اللي قالك كده؟ بيقول له ناروتو ميزوكي هو اللي قال لي أعمل كده. بيتفاجئ سينسي أول لما بيعرف كده، وبيحس سينسي إن في حاجة بتقرب عليهم. بيبعد ناروتو بعيد، وفجأة بتضرب أسهم على سينسي، وبيبقى اللي عمل كده هو ميزوكي، وبيبقى واقف فوق الشجرة وبيقول لناروتو هات لفيفة الختم. بيحذره سينسي وبيقول له اوعى تديله اللفيفة دي خطيرة، وهو استغلك عشان يقدر ياخدها. بيتضايق ناروتو أول ما بيعرف كده، وبيقول لي ميزوكي ده سينسي خايف منك لأن في حاجة كل الناس تعرفها ما عدا أنت، لأن أنت الثعلب الشيطاني اللي قتل والد سينسي ودمر القرية. بيتفاجئ ناروتو أول ما بيسمع كده، وبيفضل ميزوكي يلعب في دماغ ناروتو وبيقول له كله بيكرهك. بيفتكر سينسي كلام الهوكاجي، وهو بيقول له إن ناروتو اتولد من غير أم وأب، عشان كده بيتصرف التصرفات دي، وهو بيتظاهر بالقوة بس هو بيتألم من جواه. وفجأة بيهجم ميزوكي على ناروتو، لكن بيقول سينسي لناروتو بينبطح، وفجأة بيفتح ناروتو عينيه بيلاقي سينسي هو اللي أخد الضربة مكانه. بيسأله ناروتو أنت ليه عملت كده؟ بيقول له عشان أنا وأنت زي بعض، بعد ما والدي ووالدتي ماتوا كنت بعمل أفعال غبية عشان أجذب انتباه الناس ليا. لكن بيقول ميزوكي لناروتو ده بيكرهك لأن أنت قتلت والده ووالدته،
بيتضايق ناروتو وبينساهم ويجري. بيقوم سينسي وبيشيل السلاح اللي في ظهره وبيحدفه على ميزوكي، لكن بيقدر ميزوكي إنه يتفادى السلاح، وبيكون ميزوكي عايز يلحق ناروتو. وعلى الناحية التانية بيبقى الهوكاجي قاعد بيشوف ناروتو وهو بيهرب، وبيبقى خايف ناروتو يطلع قوة الثعلب الشيطاني من جواه. وفي الأثناء دي بيقدر سينسي يوصل لناروتو ويقول له يديله لفيفة قبل ما ميزوكي ياخدها، لكن بيضربه ناروتو بيطيره، وبيطلع ده مش سينسي، بيبقى ميزوكي. وبيقول لناروتو انت ازاي عرفت ان انا مش سينسي؟ فبيقول له عشان انا مش ناروتو، وبيبقى ده سينسي. وبيقول ميزوكي لسينسي انت ليه بتحمي ناروتو وهو الثعلب الشيطاني ومعاه لفيفة؟ فبيقول له سينسي ناروتو غير اي طالب تاني وبيشتغل بجهد. وبيبقى ناروتو قاعد وسامع كل ده، فبيهجم ميزوكي على سينسي، لكن بيقدر ناروتو يضرب ميزوكي بيطيره وبيتطير السلاح اللي معاه. وبيستخدم ناروتو تقنية النسخ وبيعمل من نفسه نسخ في كل حتة، وبيضربه لغاية ما بيخليه مش نافع. وبيجي تاني يوم وبيفوق سينسي وبيقول لناروتو انت كده اتخرجت، وبيفرح ناروتو وبيجري عليه ويحضنه. وبيجي اليوم التاني وبيروح ناروتو يتصور علشان صورة التخرج، وبيبقى شكله عامل زي المهرج. وبعد كده بيروح للهوكاجي وبيقول له ايه رأيك في الصورة؟ بيقول له الهوكاجي روح اتصور تاني، اسمع عشان اللي انت عامله ده مش هينفع. فبيستخدم ناروتو ذكائه وبيتحول لبنت جميلة وبيخلي الهوكاجي يقع من طوله. بيفوق الهوكاجي بعد كده وبيقول لناروتو خلي بالك استمارة تسجيل النينجا مهمة وليها أهمية كبيرة في القرية. وبيسأل ناروتو بيقول له انت ليه عايز تظهر بالشكل ده؟ وفجأة بيدخل عليهم طفل صغير وبيجري ناحية الهوكاجي وبيبقى عايز يضربه، لكن فجأة بيقع الطفل على وشه وبيبقى الولد ده متضايق وبيروح لناروتو وبيقول له أكيد انت اللي خلتني أقع. لكن بيتعصب ناروتو عليه وبيقول له انت اللي وقعت لوحدك. بيجي الحارس وبيقول لناروتو يسيب الولد لأنه يبقى حفيد الهوكاجي، لكن بيفضل الولد يستفز في ناروتو وبيقول له انت مش هتضربني لما عرفت ان انا ابقى حفيد الهوكاجي. فجأة بيضربوا ناروتو وبيوقعوا على الأرض، وبيبقى الحارس مش مصدق إن ناروتو قدر يعمل كده. وبعد شوية بيقول الحارس للولد اللي بيكون اسمه أوماجو بيقول له أنا المعلم بتاعك وهعلمك عشان تبقى الهوكاجي الخامس. لكن فجأة بيبص مش بيلاقي أوماجو مش موجود قدامه. بيقول له الهوكاجي شكله كده راح لناروتو. بيتعصب الحارس وبيجري يدور عليه، وبيتحرك أوماجو ورا ناروتو وبيراقبه. وبيلاحظ ناروتو إن في حد ماشي وراه، وبيستخبى أوجامي ومش بياخد ناروتو باله، وبيكمل مشي وبيمشي أوجامي ورا. لكن المرة التانية بيقدر ناروتو يعرف إن أوماجو ماشي وراه، وبيطلب من ناروتو يعمل له التقنية اللي قدر يقنع بيها جده الهوكاجي. بياخدوا ناروتو معاه وبيعرفوا على الطاقة الأساسية الموجودة جوه جسم الإنسان، وبالطاقة الروحية اللي بتبقى موجودة عن طريق التدريب والخبرة، وبيقدر يستدعي الطاقة دي عن طريق إشارات. وبعد كده بيقول له ناروتو أنا عايزك تتحول لنفس شكل البنت دي، وبيتحول أوماجو لنفس البنت بس على حجم أكبر. ولما البنت بتشوفهم بتضربهم. فبيروح ناروتو وأوماجو لمتجر وبياخدوا مجلة وبيبقى فيها صور للبنات، ولكن بيشوفهم صاحب المتجر وبيبقى واقف وراهم. بيخرجهم من المتجر بعد ما عرفهم غلطتهم، وبيعلم ناروتو أوماجو يتحول لبنت، بس أوماجو مش بيعرف برضه، وبيدخلوا مكان فيه بنات بس بيضربوا أو بيتمسح بيهم الأرض. وبيروح بعد كده للغابة وبيخليه يجرب هناك، وبيتحول أوماجو لشكل بنت بس بتبقى واحدة عجوزة. وعلى الجانب التاني الحارس بيبقى واقف بيراقب وبيشوف أوماجو راح فين، وبيبقى أوماجو قاعد مع ناروتو بيقول له إن نفسه الناس تشوفه زي ما هو مش حفيد الهوكاجي، عشان كده أنا عايز أبقى الهوكاجي. بيقول له ناروتو إنك تبقى الهوكاجي دي حاجة مش سهلة، بس لو فعلا عايز تبقى الهوكاجي لازم تهزمني الأول. وعلى الناحية التانية بيبقى الهوكاجي واقف وبيجيله سينسي وبيقول له هو ناروتو أخد استمارة النينجا؟ بيقول له الهوكاجي مش من السهل إن ناروتو يحقق الحلم ده، زي ما معروف إن الناس في القرية بيفضلوا يبصوا له بنظرات غريبة. محدش فيهم عارف إنه جواه وحش أسطوري من زمان، الثعلب ذو الذيول التسعة كيوبي، اللي دمر القرية قبل اتخاذ قرار الهوكاجي الرابع بحبسه جوه جسم ناروتو وهو لسه طفل رضيع. أصحاب القرية اللي قتلوا الثعلب الشيطاني قبل 12 سنة هم اللي يعرفوا بخصوص الوحش المختوم. أنا منعت أي حد يتكلم في الأمر ده، والأطفال دلوقتي ما يعرفوش حاجة عن الأمر ده. أو على الجانب التاني بيبقى الحارس قدر يلاقي ناروتو وبيبص له بنظرة حادة، وبيلاحظ كده ناروتو وبيقول الحارس لأوماجو يلا نمشي. بيقول له أوماجو لا أنا لازم أهزم جدي عشان أبقى الهوكاجي. بيقول له الحارس أنت لازم تتعلم حاجات تانية عشان تقدر تعمل كده،
لكن بيقدر أوماجو يتحول لبنت مثيرة، وبيتفاجئ الحارس أول ما بيشوف كده، لكن بيحاول أوماجو إنه يهرب بس بيمسكه الحارس، فبيستخدم ناروتو تقنية الاستنساخ وبيعمل نسخ كتيرة من نفسه، وبيتفاجئ أوماجو أول ما بيشوف كده. بيقوله الحارس أنا غير ميزوكي خالص، وفجأة بتتحول كل النسخ دي لبنات مثيرة وبيهجموا على الحارس وبيرموه على الأرض، وبيتفاجئ الهوكاجي أول ما بيشوف كل ده. بيقول ناروتو لأوماجو إنه لازم يخلي حد يؤمن بيه، لأن عشان يكون الهوكاجي دي حاجة مش سهلة، وبيقول له أنا هبقى مستنيك لما تكون جاهز، وبيسيبه وبيمشي. وبيبقى الهوكاجي قاعد وبيشوف كل اللي حصل، وبيقول له أنت قدامك طريق طويل عشان تكون نينجا. بيجي اليوم التاني وبيبقى ناروتو ماشي، وبيظهر فجأة أوجامو وبيقول لناروتو قاتلني، وفجأة بيقع أوجامو على وشه زي المغفل، وبيقول له ناروتو أنا مش فاضي، أنا عندي اجتماع لأن من النهاردة أنا بقيت نينجا، وبيوري له العصابة اللي لابسها. وبتبقى ساكورا ماشية وبقت كونويتشي، وبتقابل بنت اسمها إينو، لكن أول ما بيشوفوا بعض بيكونوا مش طايقين بعض وبيكملوا مشي مع بعض. وبتقول لها إينو مين كان عارف إنك هتبقي نينجا؟ بتقول لها ساكورا مش مهم، المهم إني مش هخسر قدامك. وبيروح ناروتو الاجتماع وبيقول له واحد من الطلاب أنت إيه اللي جابك هنا؟ الاجتماع ده للخريجين بس. بيقول له ناروتو أنت مش شايف العصابة اللي على دماغي؟ بعد كده بتدخل ساكورا وإينو وبيفضلوا يتخانقوا، لكن بيبقى ناروتو شكله كده بيحب ساكورا وبتبص عليه، وبيفرح ناروتو أول ما بتقرب عليه ولسه هيسلم عليها. ساكورا بتطيره وبتقول له اوعى من وشي، وبتروح لساسكي وبتقول له صباح الخير، لكنه مش بيرد عليها. لكن بتقول له ساكورا ينفع أقعد جنبك؟ لكن بتيجي إينو وبتقول لها مفيش حد هيقعد غيري جنب ساسكي. لكن بيتجمع طلاب كتير وبيكونوا عايزين يقعدوا جنب ساسكي، وعلى الناحية التانية بيكون الهوكاجي شايف اللي بيحصل وبيقول للحراس ساسكي هو أفضل مبتدئ. فبتقول له واحدة من الحراس ساسكي هو الناجي الوحيد من عشيرة أوتشيها. بيكون في حارس واقف مركز مع ناروتو، وفي الأثناء دي بيطلع ناروتو على الديسك وبيبقى متضايق إن ساسكي كلهم بيحبوه. وبيدخل سينسي بعد كده وبيقول لهم انتوا دلوقتي بقيتوا نينجا، بس لسه قدامكم طريق طويل، ومن دلوقتي هيبقى كل فريق فيه 3 وهتعملوا مهمات. وبتتفاجئ ساكورا وإينو أول ما بيعرفوا كده، وبتقول إينو مين اللي هيكون في فريق ساسكي، لكن بتبقى هارونو متضايقة منها. لكن بيبقى ساسكي متضايق إن هيعملوا فريق من 3 أشخاص بس، لكن ناروتو قاعد يفكر هيخلي مين معاه في الفريق، وبيقول سينسي على اللي هيبقوا مع بعض في الفريق. وبيقول ناروتو وساكورا وساسكي مع بعض، وبتضايق البنت اللي بتحب ناروتو لأنها مش هتكون معاه، وبتبقى البنت دي اسمها هيوجا، وبتبقى مع شخص اسمه شيبا وسينو. وبتبقى إينو مع نارا وتشوجي. بتتضايق إينو لأنها مع أولاد معفيين، لكن بيقوم ناروتو بيقول لسينسي أنا مش عايز أكون مع ساسكي. بيقول له سينسي ساسكي واخد أعلى علامة وإنت واخد أوسخ علامة، وبكده انتوا هتكونوا مع بعض. وبتخرج ساكورا تدور على ساسكي، لكن بيجي لها ناروتو بيقول لها تعالي ناكل مع بعض، لكن بتقول له أنا آكل معاك ليه؟ وبتسيبه وبتروح تدور على ساسكي. وبيروح ناروتو يقعد في مكان عالي وبيشوف ساسكي موجود في مكان بياكل لوحده، فبيفكر في حاجة. وبتبقى إينو واقفة مع الاتنين اللي في فريقها وبتقول لهم مادام احنا في فريق واحد يبقى هتسمعوا كلامي. لكن بيكون نارا متضايق منها، لكن تشوجي بيقول له يلا نروح ناكل. وبيلاحظ نارا إن ناروتو بيتسلل على السطح وبيقرب من ساسكي، ولما نارا بيتكلم إينو بتشوف ناروتو وهو بينط جوه الشباك وبيهجم على ساسكي. وبتتضايق إينو وبتقول له أنا مش هخليك تأذي ساسكي، وبيبدأ قتال جوه وبيبقوا مش عارفين إيه اللي حصل. وفي الأثناء دي بيكون ساسكي قدر يضرب ناروتو وبيخرج من الشباك، وبتقول له إينو أيوة ناروتو مش هيقدر على ساسكي. وبتبقى ساكورا قاعدة وبتفكر إزاي تخلي ساسكي يحبها، وبتشوفه واقف قدامها وبيبص لها وبتتخيل وهو بيقول لها كلام حب، لكن بترجع للواقع وبتقول ساسكي عمره ما هيبص لي. لكن فجأة ساسكي بيقرب منها وبيقول لها كلام حلو، وبتبقى ساكورا مش مصدقة وبيقول لها ساسكي أنا عايز أسألك بخصوص ناروتو، إيه رأيك فيه؟ فبتقول له ساكورا ده بيتدخل في خصوصياتي ومش فاهم أي حاجة، وأنا عايزاك أنت يا ساسكي. وبتقرب من ساسكي، والمفاجأة إن ساسكي بيكون مربوط وساسكي التاني بيبقى ناروتو، وناروتو استخدم تقنية الاستنساخ وهجم على ساسكي وقدر يهزمه.
وعلى الناحية التانية بيسيبها ناروتو وبيهرب وبيدخل الحمام وبيرجع لشكله الطبيعي، وناروتو بيبقى مش متضايق من كلام ساكورا، لا ده كمان عايز يتحول لساسكي عشان يقرب منها ويخليها تكرهه. وفي الأثناء دي بيعدي ساسكي من قدام ساكورا بس مش بيكلمها، بتقوله ساكورا إن ناروتو بيقدر يعمل كل اللي هو عايزه. أول ما ساسكي بيسمع كده بيتضايق وبيقول لها انت شخص مقرف. بتتفاجئ ساكورا أول ما بتسمع كده، وبيخرج ناروتو من الحمام وبيلاقي ساسكي وبيقول له انت اتحولت ليا ليه؟ بيقول له انا لقيت ان ده شيء ممتع، وبيستخدم تقنية الاستنتاخ وبيهجم على ساسكي لكن مش بيقدر لأن بطنه بتوجعه، وبيسيبه ساسكي وبيمشي. وبيخرج ناروتو من الحمام وبيلاقي ساكورا بتنادي عليه، وبيتفاجئ ناروتو وبيقول أكيد مش بتضحكي عليا، بس فجأة بطنه بتوجعه وبيسيبها ويمشي. وعلى الناحية التانية بيروح الهوكاجي والحارس لبيت ناروتو، وبيلاقي الحارس إن اللبن اللي بيشربه ناروتو منتهي الصلاحية. وبيروحوا هما التلاتة بعد كده للفصل، وبيبقى ناروتو متضايق إن المعلم بتاعهم لسه ما جاش، فبيروح يجيب علبة الطباشير وبيحطها عند الباب. ولما بيفتح المعلم الباب العلبة عليه، بيضحك ناروتو عليه. بتقول له ساكورا أنا قلت له ما يعملش كده. بياخدهم المعلم لمكان وبيقول لهم كل واحد يعرف نفسه. بيقول له ناروتو طب ما تقول لنا أنت واتكلم عن نفسك. بيقول لهم المعلم أنا اسمي كاكاشي وبحب وبكره إيه مش هقول لكم، وهواياتي بقى كتير عشان كده مش فاضي أقول لكم، قولوا بقى أنتوا. بيبدأ ناروتو وبيفضل يقول كلام ملوش أي لازمة، وبتتكلم ساكورا وبتقول إنها بتحب وبتبص لساسكي، ولما بتتكلم عن الهوايات بتاعتها مش بتقول حاجة وبتبقى غبية. فبيسألها كاكاشي أنت بتكرهي إيه؟ بتقول له ساكورا ناروتو. بيتضايق ناروتو أول ما بيسمع كده، بيقول ساسكي إنه بيكره حاجات كتير ومش بيحب حاجة معينة، وطموحي إن أرجع مجد العشيرة بتاعتي. بيقول لهم كاكاشي إحنا عندنا مهمة بكرة. بيسألوا ناروتو بيقول له مهمة إيه؟ بيقول لهم كاكاشي اختبار البقاء. بيستغربوا وبتقول له ساكورا احنا لسه هنعمل اختبارات؟ ما احنا عملنا اختبارات كتير. بيقول لهم كاكاشي الاختبار ده مش سهل. بيسألوا ناروتو الاختبار هيبقى إيه؟ بيضحك كاكاشي وبيقول لهم أنا لو قلت لكم مش هتعملوا واللي هينجحوا في الاختبار ده هيكملوا، أما اللي هيفشلوا هيرجعوا الأكاديمية. بيتضايق ناروتو أول ما بيسمع كده، وبيقول لهم كاكاشي حضروا نفسكم عشان هنتقابل الساعة 5 الصبح. ويبقى ناروتو عايز ينجح في الاختبار عشان يبقى أقوى، وساكورا عايزة تنجح عشان تفضل مع ساسكي. وبيجي اليوم التاني وبيتجمعوا هما التلاتة وبيقفوا وبيعدي عليهم الوقت ومفيش حاجة بتحصل. وبعد فترة بيوصل كاكاشي، ولما بيشوفوا بيقولوا أنت اتأخرت. فبيقول لهم أنا كنت بقاتل حيوان مفترس، ودلوقتي أنا ظبطت الساعة قبل الظهر، لازم تكونوا واخدين الجرس ده مني، واللي هيفشل هربطه هنا، وانتوا مش هتقدروا تاخدوا الجرس إلا لما يكون عندكم الرغبة الحقيقية في قتلي. وبيهجم فجأة ناروتو على كاكاشي، لكن بيقدر كاكاشي يمسك إيده ويحط السلاح ورا رقبته وبيسيبه وبيقول لهم يبدأوا. وعلى الناحية التانية بنشوف سينسي وهو قاعد مع الهوكاجي وبيقول له الهوكاجي أنت عايز تعرف إيه؟ بيقول له سينسي الشخص المسؤول عن ناروتو يعني طبعه إيه؟ بيقول له الهوكاجي أنت قلقان من هاتاكي؟ بيقول له سينسي أنا سمعت عنه حاجة كده. فبيديله الهوكاجي قائمة بالطلاب اللي كان مسؤول عنهم، وبياخد سينسي القائمة وبيشوفها وبيتفاجئ. وعلى الناحية التانية بتبقى ساكورا وساسكي مستخبيين كويس من كاكاشي، وناروتو واقف قدامه وبيهجم عليه لكن بيقف فجأة وبيطلع كاكاشي كتاب وبيقرا فيه. فبيهجم ناروتو عليه لكن بيقدر كاكاشي يصد ضربته، وبيحاول ناروتو يهجمه بس بيتفادى كاكاشي كل الضربات بتاعته. وفجأة ناروتو بيلاقي كاكاشي واقف ورا، وبتلاحظ ساكورا إن الوضعية اللي كاكاشي عاملها وضعية ختم النمر، وبتعرف إنه أقوى وبيستخدم أسلوب النينجيتسو، وبتنادي على ناروتو عشان يهرب. بيضربوا كاكاشي ضربة قوية في حتة مش عادية وبيطيروا، وبيقع ناروتو في البحر وبيتحدف على كاكاشي أسلحة لكنه بيصدها بسهولة. وعلى الناحية التانية بيبقى سينسي قاعد بيقرا في الكتاب، وبيقول الاختبار ده هيبقى صعب إنهم ينجحوا فيه. بيقول له الهوكاجي أيوة مفيش أي طالب ناجح في الاختبار بتاعه. وبيطلع ناروتو من البحر وبيقول له كاكاشي إيه ده؟ أنت إزاي هتقدر تتفوق على الهوكاجي؟ وبيقول له حاسين بالجوع مش قادرين. وبيستخدم ناروتو نسخ كتير منه وبيهجم على كاكاشي، وبتبقى دي نفس التقنية اللي استخدمها على ميزوكي عشان يقدر يهزمه، وبتبقى مش مجرد نسخ، دي بتبقى نسخ حقيقية. وبيعرف كاكاشي إن دي التقنية الممنوعة اللي استخدمها في هزيمة ميزوكي، وبيقول مهما عملت مش هتقدر تهزمني. بس فجأة بيهزر ناروتو من ورا وبيمسكوا باقي النسخ وبيهجم عليه بنسخة تانية. وبتتفاجئ ساكورا وساسكي أول ما بيشوفوا كده، وبيهجم ناروتو عليه بيضربه، لكن لما بيبص بيلاقي إنه ضرب نسخة منه. وكاكاشي
اختفى وبيستخدم كاكاشي تقنية التحول وبيتحول لناروتو، وبيبقى ناروتو مش عارف أنه واحد في النسخ يبقى هو، وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبيبقى اللي عمله كاكاشي ساب ناروتو يمسكه من ورا وفجأة قدر يهرب منه ويطلع على الشجرة. ولما ناروتو بيبص جنبه بيلاقي جرس وبيروح عشان ياخده، فجأة بيسحب ناروتو وبيتعلق في الشجرة وبيبقى ده فخ، وبيظهر كاكاشي وبياخد الجرس، وبيبقى ساسكي قاعد وبيشوف اللي بيحصل وبيقول هي دي اللحظة المناسبة، وبيطلع سلاحه وبيرميه على كاكاشي وبيضربوا بيهم. لكن هنا كانت الصدمة. فجأة بيختفي كاكاشي وبيظهر جذع شجرة مكانه، وبيبقى مش هو كاكاشي، وبيفكر ساسكي وبيقول أكيد هو اكتشف موقعي باستخدام الشوركين، وهو كان بيعمل كده متعمد عشان يبقى فخ. وبيتحرك ساسكي وبيجري، وبيبقى هاتاكي مستخبي في الشجرة، وبتجري ساكورا وفجأة بتخاف على ساسكي وبتقع على الأرض، وبتشوف كاكاشي واقف قدامها بس ما لاحظش وجودها. بس فجأة بيقول لها كاكاشي أنا وراكي، وأول ما بتبص وراها بتلاقي كاكاشي موجود. وعلى الناحية التانية بيستخدم ناروتو السلاح اللي معاه وبيقطع الحبل وبينزل ناروتو على الأرض، لكن فجأة الحبل بيمسك في رجل ناروتو وبيرفعه لفوق. وفي الأثناء دي بتبقى ساكورا واقفة وأوراق الشجر بتطير من حواليها، وبتفوق بتلاقي كاكاشي اختفى وبينادي ساسكي على ساكورا. ولما بتبص عليه بتلاقي ساسكي جسم كله سكاكين، لكن ما بتعرفش تسيطر هارونو على نفسها وبتصرخ بتقع على الأرض. وبيبقى اللي عمل كده هو كاكاشي، وساسكي بيسمع صوت ساكورا، وبيبقى كاكاشي استخدم تقنية وهمية عشان يسيطر على عقل ساكورا. وبيقول ساسكي لكاكاشي أنا مختلف عنهم. بيقول له كاكاشي طب ما تقول كده بعد ما يبقى معاك الجرس. وبيبدأ القتال بينهم، وبيهجم ساسكي عليه وبيحدفه بالسكاكين اللي معاه، وبيتفاداها كاكاشي كلها وبيهجم كاكاشي عليه وبيضربه بالرجل وبيصد كاكاشي كل ضرباته. وبيحاول كاكاشي انه ياخد الجرس بس كاكاشي بيبعد بسرعة. وفي الأثناء دي بتفوق ساكورا وبتفتكر ان ساسكي كان في جسمه كله سكاكين وبتنادي عليه. وعلى الناحية التانية بيشوف ناروتو علب الأكل اللي على الصخرة، وبيبقى ساسكي بيجهز نفسه لقتال كاكاشي. وبيتفاجئ كاكاشي أول ما بيشوف تقنية اللي بيعملها ساسكي، وبيهجم على كاكاشي بقوة النار. وفجأة بيختفي كاكاشي وبيدور ساسكي عليه ويبقى مش عارف هو راح فين. وفجأة بيظهر كاكاشي من تحت الأرض وبيسحب ساسكي تحت الأرض، وبيفضل ساسكي تحت الأرض. وبيبقى ناروتو قاعد ومعاه علبة الأكل وبيقعد علشان ياكل، لكن بيجيله كاكاشي وبيقول له أنت بتعمل إيه؟ وبتبقى ساكورا بتجري وبتشوف ساسكي وهو تحت الأرض، وبتفتكر إن راسه مقطوعة وبيغمى عليها. وبيفوقها ساسكي، ولما بتفوق ساكورا وبتشوفه قدامها بتحضنه. بيقوم ساسكي بعد كده بيقول لها ما فاضلش وقت كتير على الظهر. بتقول له انت عايز تاخد الإجراس يبقى لازم نفكر ناخدها ازاي. فبيقول لها ساسكي لا، انا اللي هقدر اهزم الشخص ده. وفجأة الجرس بيرن. بيجمعهم كاكاشي وبيربط ناروتو في خشب الشجرة وبيقول لهم انتوا مش محتاجين ترجعوا الأكاديمية. فبيفرحوا أول ما بيسمعوا كده، وبعد كده بيقول لهم هتاكي انتوا التلاتة المفروض تنسوا انكم تبقوا نينجا. وعلى الناحية التانية بيبقى سينسي قاعد مع الهوكاجي وبيقول له الهوكاجي انا مش واثق ان التلاتة دول هيبقوا شينوبي ولا لا. وفي الأثناء دي بيبقى كاكاشي واقف وبيقول له ناروتو انت قصدك ايه اننا ننسى اننا نكون نينجا؟ بيقول لهم كاكاشي انتوا شوية عيال ما تستحقوش انكم تبقوا نينجا. بيتعصب ساسكي وبيهجم على كاكاشي، بيقدر كاكاشي انه يوقعه على الارض وبيقول لهم انتوا فاكرين انكم عشان تبقوا نينجا ده حاجة سهلة؟ انتوا مش عارفين سبب اننا عملنا فرقة من 3 اشخاص عشان العمل الجماعي. بتقوله ساكورا انت معاك جراسين واحنا 3 وكده ممكن يعمل مشكلة بينا. بيقول لها كاكاشي ايوه احنا عملنا كده عشان تتخانقوا مع بعض، احنا كنا عايزين الاشخاص اللي عايزين العمل الجماعي. انت يا ساكورا كنت مهتمة بساسكي ومش مهتمة بناروتو، وانت يا ناروتو كل اللي بتعمله انك بتشتغل لوحدك. وبيطلع كاكاشي السلاح اللي معاه وبيقول لساكورا اقتلي ناروتو بدل ما هقتل ساسكي. وبيتفاجئوا اول ما بيسمعوا كده، وبيقول لهم كاكاشي ده هو اللي هيحصل لما كل واحد يشتغل لوحده. وبصوا على الاسامي المحفورة على الصخرة، كل دول اسامي يعتبروا ابطال. بيقول لهم ناروتو انا عايز اكون زيهم. فبيقول لهم كاكاشي دول ابطال ماتوا وهم في المعركة. وبيتفاجئ ناروتو أول ما بيسمع كده، وبيقول لهم كاكاشي أنا هديكم فرصة تانية بعد الظهر وكلوا، بس ناروتو ما ياكلش معاكم وما حدش يخليه ياكل. وبيمشي بعد كده وبياكل ساسكي مع ساكورا، وبيبقى ساسكي عايز يأكل ناروتو معاه. بتقوله ساكورا انت هتديله أكل؟ بيقول لها ساسكي أنا مش حاسس بوجود كاكاشي وإحنا هنقدر ناخد الأجراس. وبتبقى ساكورا عايزة تأكل ناروتو معاها، وبيبقى كاكاشي واقف ورا الشجرة وشايف كل اللي بيحصل.
وبتأكل ساكورا، وبيظهر كاكاشي فجأة وبيستخدم قوته. فبيقول له ساسكي احنا التلاتة كشخص واحد. فبيفاجئهم وبيقول لهم انتوا نجحتوا. وبيبقوا مش مصدومين انهم نجحوا لانهم كانوا مهتمين بناروتو. بيجي تاني يوم وبيروحوا هما التلاتة للغابة وبيعملوا مهمة، وبيقدر ناروتو إنه يمسك قطة. وبيكلموا كاكاشي وبيقول له القطة في شريطة في ودنها اليمين. بيقول له ناروتو أيوة. بيقول له كاكاشي إحنا كده قدرنا نوصل للقط المطلوب. وبيقول ناروتو لكاكاشي هو مفيش مهمة أكتر حماس. وبيروحوا بعد كده يرجعوا القطة لصاحبتها، وبيقول لهم الهوكاجي المهمة اللي بعد كده في القرية المجاورة لمجالسة ابن كبير المستشارين. بيقول لهم ناروتو أنا عايز مهمة أكتر حماس. بيتعصب سينسي وبيقول له أنت لسه في البداية. بيتعصب ناروتو بيقول لهم أنا عايز مهمات تانية. بيضربوا كاكاشي وبيوقعوا على الأرض. بيقولوا الهوكاجي في مهمات المجالسات وبيبقى في مهمات الاغتيالات. وبيتم تسجيل سلسلة كبيرة من الطلبات على لائحة الطلبات، بس كل شخص في مرتبة معينة بياخد مهمات. ولما المهمة بتنجح بناخد فلوس من اللي اتعمل له المهمة. ودلوقتي انتوا في رتبة غنيين. لكن بيتضايق ناروتو. بيقول لهم الهوكاجي أنا هخليكم تحرسوا شخص معين. وبيدخل الشخص ده وبيبقى متضايق أول ما بيشوف اللي هيحرسوا هم شوية عيال. وبيتريق على ناروتو وبيقول له أنت يا قصير نينجا. وبيكتشف ناروتو إنه هو القصير وبيتعصب وبيبقى عايز يضرب الشخص ده. لكن بيمسكه كاكاشي وبيقول له أنت ما ينفعش تضرب الشخص ده. وبيقول لهم الشخص ده أنا اللي اسمي تازونا، وأنا متخصص في بناء الجسور، وانتوا هتحموني لغاية ما اوصل لقريتي وابني الجسر. وبيخرجوا بعد كده وبيبقى تازونا قلقان من ناروتو وبيقول أنا مش واثق فيه. بيتعصب ناروتو وبيقول له أنا نينجا. بيقول له تازونا أنت عمرك ما هتبقى الهوكاجي. بيقول له ناروتو أنا هبقى الهوكاجي وهعمل أي حاجة. ويبقى في شخص بيراقبهم، وأثناء ما بيكونوا ماشيين بتقول هارونو تازونا أنت من قرية الأمواج. وبتقول له كوكاشي هو في نينجا في القرية دي. بيقول لها كاكاشي مع إن العادات بتختلف بيبقى في نينجا في القرى، وعلى الخريطة بتبقى في القرى وهي للقوة العسكرية. ودي الطريقة اللي بتخلي الدول على علاقتها مع الدول المجاورة. وبيبقى في 5 دول هم دوالة النار والمية والبرق والريح والأرض. وبيبقى فيها قرى مخيفة زي قرية الضباب وقرية السحاب. ويبقى في قادة هم اللي بيحكموا النينجا. بيكملوا طريقهم وبيكونوا ماشيين، فجأة بيخرجوا 2 من النينجا وبيهجموا عليهم وبيربطوا كاكاشي بالسلاسل وبيخلصوا عليه قدامهم. وبيبقوا مش مصدقين اللي حصل، وبيظهروا فجأة ورا ناروتو وبيهجموا عليه. بس بيهجم عليهم ساسكي وبيضربهم بالسلاح اللي معاه وبيوقف السلاسل وبينط على الاتنين وبيضربهم، بس بيهربوا. وبيهجم واحد على ناروتو والتاني بيهجم على تازونا، بس بتوقف هارونا قدامه. لكن بيجي ساسكي وبيقف قدامها وبيظهر كاكاشي فجأة وبيهجم على النينجا وبيمسكهم هما الاتنين وبيخليهم يغمى عليهم. وبيتفاجئوا أول ما بيشوفوا كاكاشي قدامهم. وبيبص ناروتو على الأرض بيلاقي إن اللي اتقطع هو قطع من خشب الشجر، وبيعرف إن كاكاشي استخدم تقنية الاستبدال. وبيتأسف كاكاشي لناروتو عشان ما أنقذوش بسرعة. وبيروح لساسكي وهارونو وبيحييهم على اللي عملوه. وبيقول ناروتو هو أنا ما عملتش حاجة، لكن ساسكي قدر إنه ينقذني. وبيقول له ساسكي أنت حصل لك حاجة؟ بيتضايق ناروتو بينادي كاكاشي عليه وبيقول له خلي بالك كان في سم في المخالب بتاعتهم، شيل السم اللي في جسمك بسرعة. وبيربطوا النينجا في الشجرة. وبيقول لكاكاشي النينجا دول معروفين بقدرتهم القتالية. وبيسألوا كاكاشي أنت إزاي عرفت إننا موجودين؟ بيقول لهم كاكاشي مستحيل يبقى في بركة مية في يوم مشمس. أنا كنت ممكن أقتلكم، بس أنا كنت عايز أعرف هما هجموا علينا ليه. كان تازونا هو الهدف ولا احنا؟ أنا ما اسمعش إنك هدف لشينوبي، لأن أنت كنت عايز اللي يحميك من قطاع الطريق، وكنت المفروض تقول إنك عايز الحماية لغاية ما تخلص بناء الجسر. بتقول لهم ساكورا إحنا محتاجين لمخدر عشان جرح ناروتو. إحنا لازم نرجع للقرية عشان يروح للدكتور. لكن بيتضايق ناروتو وبيطلع السلاح وبيجرح نفسه بيه علشان يخرج السم. وبيقول له ليه على طول أنا اللي بيحصل معايا كده؟ لازم أكون أقوى وأعمل مهمات كتير بجد. أنا مش هس بالخوف بعد كده، والمهمة هتستمر. بيقول له كاكاشي كويس إنك خرجت السم، بس لو استمر على كده هتموت. لو النزيف ما وقفش الأمور هتبقى أسوأ. وبيمسك كاكاشي إيد ناروتو وبيلاقي إن الجرح بدأ يشفى، وبيفكر وبيقول معقولة تكون دي قوة الكيوبي؟
وعلى الناحية التانية بنشوف شخص واقف ومتضايق إن النينجا اللي بعتوهم ما قدروش يخلصوا على تازونا، لكن بيوجه شخص وبيبقى اسمه موموشتشي، بيكون قاعد السلاح بتاعه ناحية وبيقول له مادام الاتنين دوال ما قدروش يقتلوا هيعينوا عليه حراس أكتر. وفي الأثناء دي بيتحركوا وبيركبوا مركبة وبيكونوا رايحين قرية الضباب، وبيكون في الضباب كتير وبيظهر الجسر المدمر قدامهم بعد كده، وبيتكلم ناروتو بصوت عالي فبيقول له البحار وطي صوتك، أنا واخد القارب ده من غير ما حد يعرف، عشان كده أنا ما استخدمتش المحرك، لأن لو عرفوا إننا عملنا كده هنكون في مشكلة كبيرة. وبيقول كاكاشي لتازونا أنا عايز أعرف ليه القتلة كانوا عايزين يقتلوك؟ لو ما قلتش المهمة بتاعتنا هتنتهي أول ما نوصل لليابس. بيقول لهم تازونا في شخص بيستهدفني، شخص ثري مسؤول عن النقل البحري واسمه جاتوا. بيتفاجئ كاكاشي أول ما بيسمع الاسم ده وبيقول له ده رئيس شركة النقل. فبيقول لهم تازونا أيوة هو رئيس شركة الشحن، لكنه متورط في تهريب المخدرات وبيتعامل في التهريب باسم العصابات والنينجا، ولما كان عايز شركة الأمواج استخدم ثروته عشان يدخلها، وبعد فترة استولى على النقل البحري، وبكده هيقدر يتحكم في النظام المالية والحكومة والشعب وكل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي جاته بيخاف منها انتهاء بناء الجسر. بتقول لهم ساكورا بيبقى عشان انت اللي بتبني الجسر فهم عايزين يقتلوك. بيقول لهم كاسكي يعني النينجا اللي هجموا علينا دول يبقوا رجال جاتو؟ بيقول له كاكاشي أنا في حاجة مش فاهمها، شخص معاه نينجا ليه خبيت الموضوع ده لما جيت تقدم الطلب؟ بيقول له تازونا قرية الأمواج هي قرية فقيرة، وحتى الأمراء الإقطاعيين مش معاهم فلوس، وإحنا مش معانا فلوس، عشان كده ما قدرتش أتحمل تكلفة المهمة. لو كنتم مش عايزين المهمة فأنا هموت قبل ما أوصل للبيت، وحفيدي هيعيط عليا وهيكون وحيد. بيقول له كاكاشي مفيش حاجة قدامنا غير إننا نكمل حراستك. وبيوصلوا بعد كده للقرية وبيمشوا، وبيقول كاكاشي المرة اللي جاية اللي هيهجم علينا هيبقوا من الجونين مش الشونين. وفي الأثناء دي بيتحرك ناروتو وبياخد السلاح اللي معاه وبيحدفه على الشجرة، ويبقى اللي قتله هو فار، ويبقى بيعمل كل ده عشان يبان إنه جامد، لكن بيزعق له ساكورا وبتقول له بطل الحركات دي، وبيفضلوا يزعقوا على اللي عمله، لكن بيحس كاكاشي بحاجة وبيحدف ناروتو السكينة اللي معاه على الشجرة، بتروح ساكورا وبتضربه على دماغه، وبيروحوا يشوفوا ناروتو عمل إيه، بيلاقوا أرنب واقع على الأرض، وبيبقى كاكاشي مش عارف إزاي في أرنب لون الفرو بتاعه أبيض، ولو إن الفرو الأبيض ده بيبقى في الشتاء بس، معنى كده إن الأرنب ده كان جوه بيت عشان كده أشعة الشمس ما وصلتلوش، ويبقى في واحد من النينجا بيراقبهم وبيعرف كاكاشي إنهم وصلوا، وبيبقى الشخص ده واقف وماسك سلاحه، وبيقول الشخص اللي واقف ده بيستخدم الشارنجان وبيتحرك، بيحس كاكاشي وبيقول لهم ينبطحوا، وبيلاقوا السلاح جاي عليهم فبيوطوا كلهم، والسلاح بيجي في الشجرة، وبينزل الشخص ده على السلاح وبيقول كاكاشي للنينجا مش انت موموتشي؟ وبيبقى ناروتو عايز يهجم عليه، لكن بيوقفوا كاكاشي وبيقول لهم كاكاشي ارجعوا، موموتشي في مستوى أعلى منكم وأنا ما أقدرش أفوز عليه، أنا في الحالة دي. بيقول موموتشي لكاكاشي انت بقى كاكاشي اللي بتستخدم الشارنجان، أنا عايزك تسلمني تازونا. وبيقول لهم كاكاشي احموا تازونا وما تتدخلوش في القتال، وبيشيل كاكاشي العصابة اللي على عينيه وبتكون عينيه لونها أحمر، فبيقول لها موموتشي أنا ما كنتش عارف إني هشوف الشارنجان. بيقول لهم ناروتو إيه الشارنجان دي؟ بيقول لهم كاكاشي معناها القوة اللي بتتولد بيها العين، وبيبقوا قادرين يميزوا بين القوة وقادرين إنهم يستحملوا، وبتستغرب ساكورا وبتقول هو كاكاشي بالقوة دي كلها؟ وبيفكر ساسكي وبيقول الشارنجان بتظهر عند فئة قليلة من عشيرة أوتشيها، وبيروحوا هم التلاتة عشان يحموا تازونا، وبياخد سلاحه موموتشي وبيختفي، فبتقول هارونو لكاكاشي مين موموتشي؟ بيقول لها كاكاشي موموتشي هو عضو في إمبو العمليات السوداء لقرية الضباب، ومعروف إنه بيستخدم تقنيات القتال الصامت، بيظهر فجأة وبيقتلهم، والضباب بيبقى أكتر لغاية ما بيختفي كاكاشي من قدامهم، وبيبدأ موموتشي إنه يلعبهم، وبيستخدم كاكاشي قوته وبيشيل الضباب، وبيبقى ساسكي مش قادر يستحمل، بيقول له كاكاشي ما تقلقش أنا هحميك ومش هخلي أي شخص في الفريق يموت، لكن فجأة بيظهر موموتشي في النص بينهم، لكن بيستخدم كاكاشي قوته وبيهجم على موموتشي وبيخلص عليه، لكن بيبقى موموتشي واقف ورا كاكاشي وبيهجم على كاكاشي بيقسمه نصين، وها هنا كانت الصدمة، وبيبقى اللي قتله ده هو نسخة من
من كاكاشي، وبيظهر كاكاشي ورا موموتشي وبيحط السلاح على رقبته. وده كان الصدام اللي الكل مستنيه من أول لحظة في الأنمي. ومن اللحظة دي ما بقاش فيه رجوع، بس اللي محدش كان متوقعه هو اللي حصل بعد كده. وهنا بنقف لحد اللحظة دي، لأن اللي جاي محتاج استعداد تاني خالص. وبكده تكون الحلقة خلصت، بس الأحداث لسه في بدايتها. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتقول لنا رأيك في التعليقات. وسلام.